شباب النافورة دي فيها زي تحدي او عاملينها زي لعبة للناس، انك تعدي من الاتجاه ده للاتجاه الثاني من غير ما تلبسك المويه. للاطفال شايفين النافورة دي شنو؟ بتبقى قصيرة طول الاطفال، يعني سباق ممكن يعملوه كبار، النافورة دي ممكن تكون اطول منك. او للاطفال النافورة بتبقى قصيرة طول الاطفال. لاحظتوا؟ شايفين دي للكبار. بتبلي منظر يا شباب بغري شديد، ما في حد بيجي يقف هنا، يعني منظر المويه بغري طوالي حتدخل تبل هدومك. يلا اطلعي بهناك، لا تتقين عادي بلش هدومك كيف. لا والله بجد منظرها تحفه، ولا الذكي فيها انها بتكسر مع الاطفال وبتطول مع الناس الكبار. شفتيها عجيبه كيف؟ والله ما شاء الله حاجه جميله. الله ده منظرها كده يا جماعه، هي واقفه بمجرد يمر من خلالها نفر واحد هي بتشتغل. شايفينها بتعمل في حركات كيف؟ شايفينها الله على الجمال، والله ممتعة بجد كده، بتحس براحة. شايفينها بتدلع كيف؟ هنا بتعمل في ألوان، كل موية لونها برا أحمر أصفر كده. شايفين ألوانها؟ بتمنى تكون واضحة معاكم يا شباب. حبيت انكم تستمتعوا معاي في راس السنة بكل الجولات اللي هعملها لكم ان شاء الله في الغنم. اشتغلت بعد ما كانت تعمل حركات 1 2 3 بعدين اشتغلت عملت استعداد. الله الصورة يا جماعة كفاية، يعني تكفي عن أي تعليق. يلا يا شباب النافورة دي فيها زي تحدي او عاملينها زي لعبه للناس، انك تعدي من الاتجاه ده للاتجاه الثاني من غير ما تلبسك المويه. للاطفال شايفين النافوره دي شنو؟ بتبقى قصيره طول الاطفال، يعني سباق ممكن يعملوه كبار، النافوره دي ممكن تكون اطول منك. او للاطفال النافوره بتبقى قصيره طول الاطفال. لاحظتوا؟ شايفين دي للكبار. بتبلي منظر يا شباب بغري شديد، ما في حد بيجي يقف هنا، يعني منظر المويه بغري طوالي حتدخل تبل هدومك. يلا اطلعي بهناك، لا تتقين عادي بلش هدومك كيف. لا والله بجد منظرها تحفه، ولا الذكي فيها انها بتكسر مع الاطفال وبتطول مع الناس الكبار. شفتيها عجيبه كيف؟ والله ما شاء الله حاجه جميله. الله ده منظرها كده يا جماعه، هي واقفه بمجرد يمر من خلالها نفر واحد هي بتشتغل. شايفينها بتعمل في حركات كيف؟ شايفينها الله على الجمال، والله ممتعة بجد كده، بتحس براحة. شايفينها بتدلع كيف؟ هنا بتعمل في ألوان، كل موية لونها برا أحمر أصفر كده. شايفين ألوانها؟ بتمنى تكون واضحة معاكم يا شباب. حبيت انكم تستمتعوا معاي في راس السنة بكل الجولات اللي هعملها لكم ان شاء الله في الغنم. اشتغلت بعد ما كانت تعمل حركات 1 2 3 بعدين اشتغلت عملت استعداد. الله
يا جماعة كفاية، يعني تكفي عن أي تعليق. يلا يا شباب، النافورة دي فيها زي تحدي او عاملينها زي لعبه للناس، انك تعدي من الاتجاه ده للاتجاه الثاني من غير ما تلبسك المويه. للاطفال شايفين النافوره دي شنو؟ بتبقى قصيره طول الاطفال، يعني سباق ممكن يعملوا الكبار، النافوره دي ممكن تكون اطول منك، او للاطفال النافوره بتبقى قصيره طول الاطفال. لاحظتوا؟ شايفين دي الكبار بتبلي منظر يا شباب بغري شديد، ما في حد بيقدر بيجي هنا، يعني منظر المويه بيغري طوالي حتدخل تبل هدومك. يلا لعبة هناك يا تقين عادي بلش هدومه كيف. لا والله بجد منظرها تحفة، ولا الذكي فيها انها بتكسر مع الاطفال وبتطول مع الناس الكبار. شفتها عجيبة كيف؟ والله ما شاء الله حاجة جميلة. الله ده منظرها كده يا جماعة، هي واقفة بمجرد يمر من خلالها نفر واحد بتشتغل. شايفينها بتعمل في حركات كيف؟ شايفينها الله على الجمال، والله ممتعة بجد كده، بتحس براحة. شايفينها بتدلع كيف؟ هنا بتعمل في الوان، كل مويه لونها برا احمر اصفر كده. شايفين الوانها؟ بتمنى تكون واضحه معاكم يا شباب. حبيت انكم تستمتعوا معاي في راس السنه بكل الجولات اللي هعملها لكم ان شاء الله في الغنم. اشتغلت بعد ما كانت تعمل حركات 1 2 3 بعدين اشتغلت عملت استعداد. الله الصورة يا جماعة كفاية، يعني تكفي عن أي تعليق. يلا يا شباب، النافورة دي فيها زي تحدي او عاملينها زي لعبه للناس، انك تعدي من الاتجاه ده للاتجاه الثاني من غير ما تلبسك المويه. للاطفال شايفين النافوره دي شنو؟ بتبقى قصيره طول الاطفال، يعني سباق ممكن يعملوا الكبار، النافوره دي ممكن تكون اطول منك، او للاطفال النافوره بتبقى قصيره طول الاطفال. لاحظتوا؟ شايفين دي الكبار بتبلي منظرها يا شباب بغري شديد، ما في حد بيقدر بيجي هنا، يعني منظر المويه بيغري طوالي حتدخل تبل هدومك. يلا لعبة هناك يا تقين عادي بلش هدومه كيف. لا والله بجد منظرها تحفة، ولا الذكي فيها انها بتكسر مع الاطفال وبتطول مع الناس الكبار. شفتها عجيبة كيف؟ والله ما شاء الله حاجة جميلة. الله ده منظرها كده يا جماعة، هي واقفة بمجرد يمر من خلالها نفر واحد بتشتغل. شايفينها بتعمل في حركات كيف؟ شايفينها الله على الجمال، والله ممتعة بجد كده، بتحس براحة. شايفينها بتدلع كيف؟ هنا بتعمل في الوان، كل مويه لونها برا احمر اصفر كده. شايفين الوانها؟ بتمنى تكون واضحه معاكم يا شباب. حبيت انكم تستمتعوا معاي في راس السنه بكل الجولات اللي هعملها لكم ان شاء الله
في الغنم. اشتغلت بعد ما كانت تعمل حركات 1 2 3 بعدها اشتغلت عملت استعداد. الله الصورة يا جماعة كفاية يعني تكفي عن أي تعليق.